العيلة بتساعد العيلة. أهو النهاردة العيلة بتساعد العيلة. بس قبل ما أقول يلا بينا، لأ، استنوا. أنا ببدأ بالعادة عاملين إيه يا جماعة؟ فقبل ما أقول عاملين إيه يا جماعة، عايز رأيكم بسرعة في اللعبة. أنا خلاص مليت من هولو نايت، فخلونا نحاول نخلص القصة دي والقصة الجاية، وبعدها يبقى دوركم تختاروا اللعبة الجاية. وأنا طبعا هديلكم القائمة عشان أبين لكم إني ديمقراطية. أول لعبة Ori and the Will of the Wisps، وهحط طبعا صور الألعاب على الشاشة عشان حتى لو حد يعرف اللعبة من شكلها ومش فاكر اسمها يقدر يختار. التانية الجزء التاني من هولو نايت. التالتة، ودي ناس كتير طلبتها منكم، هي Lies of P. خلصناها قبل كده، فلو عايزينها تاني طبعا ممكن، أو نعيد Resident Evil من المكان اللي وقفنا عنده. وبس كده، ده كان فاصل الإعلانات. وإيه يا جماعة؟ عاملين إيه؟ النهاردة معانا واحدة من قصص العيلة اللي بتحبوها. هو ما كانش فيه تفاعل كبير على القصص اللي فاتت لأنها مش النوع اللي الناس متعودة عليه، بس التفاعل اللي حصل حتى لو كان بسيط خلاني أكون راضية عن النتيجة. وده المهم، إن اللي شاف المقطع عجبه. وبس خلاص، جهزوا القهوة ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. إن اتولدت في عيلة بسيطة، أهلي دايما كانوا من الناس اللي اتعودوا على الوظيفة الحكومية وخلاص، تحس حياتهم بقت جاهزة، خلص الجامعة وروح سريع على الحكومة. بس ده كان زمان، دلوقتي متقدرش تعتمد على الوظيفة بس عشان تعيش. أنا دخلت كلية إدارة أعمال، ومش بس عشان الشهادة، لأ، كنت شغوفة بفكرة البيزنس وإزاي مشروع صغير ممكن يبقى له روح ويبقى بيت تاني للناس. وفي نفس الوقت، وقت ما كنت بدرس في الكلية، كنت بجمع معلومات عن أحسن طريقة أخلي الفلوس هي اللي تشتغل عشاني. ودي كلمات من كتاب الأب الغني والأب الفقير. قد نختلف لو الكتاب مفيد ولا لأ، بس فكرة إنك تخلي الفلوس تشتغل عشانك دي فكرة محدش يقدر يختلف عليها. لما اتخرجت، ماليش في شغل المكاتب، عملت خطة جحيمية. اشتغلت في شركتين في المبيعات والتسويق، وكنت باخد ورديات إضافية بالليل في كافيهات معروفة عشان أفهم الدنيا من الأرض. إزاي بتدار الخزنة، إزاي بتبتدي العلاقات مع الموردين، وإزاي بتتعامل مع كل أشكال وألوان الناس. على مدار 5 سنين كنت بوفر كل مليم، بشتري هدوم على القد، بفرمل نفسي عن أي خروج ملوش لازمة، وبحط الفلوس في حساب خاص، حساب كنت مسمياه على موبايلي الحلم. وفعلاً، قبل ما أتم 26 سنة، ربنا فتحها عليا ولقيت المحل الصغير ده في شارع هادي. كان مهجور ومتهالك، بس أنا شفت فيه الروح، ووقعت العقد باسمي أنا بس، وطلعت السجل التجاري، ووقفت بإيدي أدهن الحيطان باللون الأبيض والخشب الدافئ. يوم ما افتتحت الكافيه ودخل أول زبون، بكيت من الفرحة. المكان ده ما كانش مجرد خشبتين وماكينة قهوة، ده كان قطعة من قلبي وشقة عمري. المكان بدأ ينجح ويكبر، وفي وسط الزحمة دي ظهر كريم. كريم دخل الكافيه لأول مرة في يوم شتا، كان باين عليه إنه مشتت. طلب إكسبريسو وقعد في الزاوية جنب الشباك. بصفتي صاحبة المكان وبحب أهتم بالتفاصيل، سألته لو القهوة مظبوطة. رفع عينه وبصلي بنظرة فيها انكسار وتعب وقال لي دي أحسن حاجة حصلت لي النهاردة، المكان هنا فيه هدوء غريب. مع الأيام بقى كريم زبون يومي، يقعد في نفس الزاوية يطلب نفس الطلب، وبدأ الكلام بينا يزداد. حكالي إنه مهندس بس طالع من تجربة شغل فاشلة ومعندوش حظ، وشايل هموم الدنيا على كتفه. كريم كان بيعرف يلعب دور الراجل الطيب المظلوم من الدنيا بإتقان مرعب. كنت بشوف فيه شخص عصامي ومحتاج بس حد يصدق فيه ويدعمه. واحدة واحدة دخل قلبي، وكنت بشوفه المكافأة اللي ربنا بعتها ليه. بعد 6 شهور من التعارف، كريم عزمني على العشاء وقال لي إن في حد مهم جدا في حياته ولازم أتعرف عليه قبل ما نخطو أي خطوة رسمية. أخته بسمة، لقاي الأول بالبسمة، مش علم أحمر لأ، دي يافطة حمرا بحجم مبنى وكان مفروض أهرب منها. بس أنا للأسف غمضت عيني باسم الحب. قعدت معانا في المطعم وهي لابسة نضارة شمس بالليل، وبصت لي من فوق لتحت بنظرة تقييم جافة. لما هي عرفت إني صاحبة كافيه، ابتسمت نص ابتسامة وقالت لي يعني واقفة طول اليوم؟ كريم أصلاً بيحب الستات الهوانم اللي ما بيهدوش حيلهم في الشغل البدائي ده. ساعتها كريم اتدخل بسرعة وقالها بس نور هي اللي أسست كل حاجة بنفسها يا بسمة. ردت بكل جفاف عادي يعني، أي حد معاه قرشين يقدر يفتح محل قهوة، المهم هيقدر يتطور ولا يفضل محبوس في المطبخ؟ كانت بتتكلم كأني ممسحة الأرجل اللي نظفت فيها جزمتها الصبح، وكأن العالم كله مديون لها. وعرفت بعدها إنها ما بتشتغلش وعايشة على فلوس جوزها. الغريب إن كريم كان بيعاملها كأنها الملكة، يلبي كل طلباتها ولو على حساب نفسه. وكنت أقول لنفسي ساعتها ده إنسان أصيل مع أخته، وهي فاكرة إني جاية أسرق أخوها منها. بعد سنة من خطوبتنا اتجوزنا،
وفي أول يوم دخلت فيه بيته اكتشفت إن رسمة البيت الهادي كانت مجرد وهم. بسمة كانت موجودة في كل تفصيلة، تدخل الشقة من غير ما تخبط، تزعل لو كريم جاب لي هدية وما جابش ليها زيها، وتحشر نفسها في لبسي وفي طريقة كلامي. وكريم؟ كريم كان بيتغير تدريجياً. النظرة المكسورة المظلومة اختفت وبدأ يظهر مكانها وش تاني خالص، وش الراجل اللي شايف إن نجاح الكافيه بتاعي هو حق مكتسب ليه ولعيلته. كنت بحاول أوافق، أتنازل هنا وأسكت هنا عشان البيت يمشي، وما كنتش أعرف إن كل تنازل كنت بفرشه كان مجرد خطوة في الطريق للحظة اللي كريم وبسمة يقرروا فيها يسرقوني ويسيبوني في الشارع. ومن هنا بدأت الحكاية. وجت الليلة المشؤومة، التليفون رن، وكانت بسمة أخته الكبيرة بتعيط وبتقول إن جوزها طلقها ومفيش حتة تروحها. كريم قفل التليفون وبصلي بمنتهى البساطة وقال: بسمة جاية تعيش معانا في الأوضة الفاضية. جيت أتكلم وأقول له: المفروض نتفاهم الأول. رد عليا بشكل نهائي: دي أختي ومن دمي يا نور، مفيش كلام في الموضوع. تاني يوم الظهر شرفت الهانم، ست شنطة أكبر منها وكلب صغير في إيدها، والكلب ده أنا كنت معترضة عليه، بس لما جيت أشاور عليه كريم إداني نفس البصة، ففضلت ساكتة. أول صباح ليها في الكافيه سابت المكان كله وقعدت على أحسن ترابيزة عند الشباك، شربت من القهوة ورفعت حواجبها وقالت لي: القهوة دي طعمها محروق. عملت لها كوباية تانية، زقتها بإيدها وقالت لي: هو أنتِ بتحاولي أصلًا؟ كريم، هي دي فعلًا اللي ماسكة المحل وبتدير شغلك؟ وكريم بدل ما يرد ضحك وقال لي ببرود: ضبطي لها الكوباية يا نور معلش. عملت كوباية تالتة، سابتها على الترابيزة وما لمستهاش. الأسبوع طبعًا بقى شهر، وبسمة بتصحى الساعة التانية 10 الضهر، تاكل أي حاجة أجيبها البيت وتسيب أطباقها في الحوض. لما طلبت منها تساعد في التنظيف بصت لكريم واستنته يتكلم، فكريم قال بكل برود: هي بتمر بظروف صعبة، ممكن ما تصعبيهاش عليها؟ فقمت أنا ونظفت، وفي ليلة راجعة من شغلي هلكانة لقيت هدومي منقولة من أوضة نومي ومكومة في أوضة الضيوف. بسمة قالت لي بابتسامة: انتوا الاتنين مش محتاجين المساحة دي كلها، وأنا ظهري بيوجعني. وكريم قال لي: سيبيها معلش. بعدها بدأت تنزل الكافيه كل يوم، مش عشان تشتغل، لأ، عشان تقعد ورا الكاونتر وتزعج الزباين. يعني مثلا زبون دائم بيطلب مشروبه المفضل بقاله سنين، تقول له: طلبك ده ملل، وتلغيه، فالراجل مشي ومرجعش تاني. ولما أقول لكريم إحنا بنخسر الناس يقول لي: بسمة ذوقها عالي، يمكن انتي بس اللي ما بتقبليش النقد. وبسمة تبصلي وتوزع الابتسامة الشريرة من آخر القاعة. الأسبوع اللي بعده هي قالت له إنها عايزة مرتب ثابت، لأن العيلة المفروض ما تشتغلش ببلاش. لما قلت له مفيش ميزانية لمرتب جديد ضربت إيدها على صدرها وعملت شهقة الملوخية وقالت: يعني يرضيكي أجوع؟ يا كريم، أنت سامع هي بتقول إيه؟ وفي نفس اليوم بدأ يديلها مرتب. نزلت مرة واحدة، جيت متأخرة ساعتين وقضيتها بتلعب في الموبايل. ولما جيت أتكلم كريم قال: أنت دايما بتهاجميها، هي بتحاول وأنت بس بتنتقدي. ففضلت ساكتة وهي اتجرأت أكتر. بدأت تسحب فلوس من الخزانة بحجة المستلزمات وترجع بشنطة هدوم لنفسها. أنا طلعت الفواتير ووريت الأرقام لكريم، ما بصلهاش وقال: هترجعهم؟ بلاش تمسكي غلطات على أختي. بسمة كانت واقفة على الباب وسمعت، فقالت بمسكنة: أنت اتجوزت واحدة بتحسب الجنيه على أهلك، شيء يحزن. هز رأسه ووافقها. ومن بعد اليوم ده بسمة ما بقتش تخبي، بقت تقف جنب الخزنة في زحمة الصبحية وتقول لي: أنت بطيئة، وتاخد استراحتها في اللحظة اللي الطابور يبقى فيها طويل. رمت 2 كيلو قهوة لأن ريحتها معجبتهاش، وقالت لزبون بقاله سنتين بيطلب نفس المشروب إننا مش بنعمله تاني عشان صاحبة المكان بتوفر وبتأثر في التكاليف. سمعها هو و6 أشخاص في الطابور ومشي ومرجعش. أنا حسبت 11 زبون دائم طاروا في أسبوع بسبب لسانها. وكل ما أكلم كريم يقلب الترابيزة ويطلعني أنا المفترية اللي بأس على أخته. على الربيع الكافيه كان بالكاد بيجيب مصاريفه، وهنا ظهرت الفكرة العبقرية لبسمة، عايزة تفتح فرع تاني في الطرف التاني من المدينة، أكبر ولحسابها هي، وعايزة كريم ياخد قسط بضمان الكافيه بتاعي عشان يمولها. قلت: لأ. بسمة قعدت تعيط على السفرة وتقول لكريم: أخيراً بقى عندي حلم وهي عايزة تهده. كريم، أنت طول عمرك بتقول إنك هتاخد بالك مني. مسك إيدها وبصلي وقال إن أنا المشكلة. وبسمة تمسح دموعها وتقول: عشان كده هي ما عندهاش طموح. كريم قال لي إنه هياخد القسط سواء وافقت أو لأ، وبسمة هتبقى شريكة. قلت له: لو عملت كده هتعمله لوحدك. قال لي: يبقى هعمله لوحدي. وقع القسط باسمه ورط نفسه وإداها الفلوس في إيدها عشان هي عندها المكان ومحتاجة تتحرك بسرعة.
من بعدها كريم كان يقول قدام الكل إن أخته بتبني إمبراطورية، وكل ما أقوله وريني موقع المحل الجديد تطلع بحجة: لسه مش جاهز، انت ليه مهووسة بمراقبتي؟ غيرانة ولا إيه؟ مر شهرين وبدأت الأقساط تتراكم، فكريم من ورايا راح سحب آخر جنيه في حسابي عشان يسد القسط اللي عليه. هنا أنا اتجننت، قررت أروح بنفسي العنوان عشان أتأكد إننا بنرميش فلوسنا في البحر. وطبعا لقيت محل فاضي، مفيش مقاول، مفيش تجديد، مفيش أي حاجة. وكريم ما صدقنيش غير لما راح بنفسه. وفي نفس اليوم بسمة ما بقتش بترد على تليفوناتها، ولما ردت أخيراً قالت له الحقيقة كاملة في 10 ثواني بالضبط. بسمة قالت له: أنا رجعت لجوزي ومش محتاجة فلوسك ولا الكافيه بتاعك. شكراً على الفلوس يا أخويا الصغير، اعتبرها حق السنين اللي اضطريت أشوفك فيها سعيد وأنا بعاني. كريم كان وشه جايب ألوان زي الجثة. قعد على السفرة وسألني: هنعمل إيه يا نور؟ بصيت له ببرود وقلت له: We? Who's we? There is no we. قعد يعيط على السفرة ويتوسل لي، وللحظة واحدة قلبي حن، وكنت هقعد جنبه. بس رفعت عيني ولقيت هدومي لسه مكومة في شنط في أوضة الضيوف، وبصيت في موبايلي على حسابي البنكي اللي بقى صفر. فمسكت شنطتي وبدأت ألم اللي فاضل ليا من كرامتي. هو شغال بين الأعذار شوية ويتهمني شوية: أنتِ مش ماشية بجد؟ أنتِ هتهدي بيتك؟ بس أنا كنت خلاص اتصلت بسلمى صاحبتي من أيام المدرسة، وكانت مجهزة لي أوضتي عندها. وصلت عندها بشنطتين، فتحت الباب، بصت لي بصة وفهمت كل حاجة وقالت لي: أوضتك على الشمال وفي سجادة في الدولاب. ما ضغطتش عليا ولا خلتني أشرح ولا كلمة، وده بالظبط اللي كنت محتاجاه في اللحظة دي. تاني يوم الصبح سلمى جت لي على وشها، البصة اللي معناها إن في حاجة أوحش من اللي حصلت أنا لسه معرفتهاش. حطت اللابتوب قدامي على السفرة، وكانت فتحت السجل التجاري الحكومي للكافيه اللي أي حد يقدر يدور عليه، وشاورت لي بإصبعها على سطر عمري ما شفته. طبعا احفظوا المعلومة دي على جنب لأني اكتشفت إني عبيطة، بس هنرجع ليها طبعا. اسم بسمة كان مكتوب على رخصة الكافيه الأصلي بتاعي، مش الفرع التاني الوهمي، لأ، بتاعي أنا اللي فتحته وتعبت فيه قبل ما أعرف. كريم أصلاً. قلت لها بذهول: هو ضاف أخته على الكافيه إزاي؟ سلمى خبطت على الشاشة وقالت لي: وشوفي التاريخ كمان، ده ضاف اسمها قبل ما تطلع بفكرة الفرع التاني. كريم كان من ورا ظهري بيدي أخته كل حاجة بنتها، وأنا اللي كنت بضيع صحتي وأصحى 4 الفجر عشان مشروع هو أصلاً كان بيهديه ليها بالمعلقة. ما عيطتش. عارفين عملت إيه؟ قمت أعيش حياتي لأني اكتشفت إني بقيت زي أهلي. هم فاكرين إن الوظيفة الحكومية هي الأساس والمفروض يمسكوا فيها بأسنانهم، فأنا مسكت بالمقهى، أو الأصح أقول مسكت بأول مشروع عملته ونجح معايا. يومين ورا بعض بقيت أصحى وأجرب حاجات جديدة، أصناف قهوة جديدة، بعدها لأ، أنا هطبخ. كيكة شوكولاتة، مافن موز، سينابون، وكيكة ليمون. طلعت من الفرن ريحتها وشكلها يفتح النفس، لدرجة إني كنت هبتسم لأول مرة. سلمى رجعت من شغلها، بصت على المطبخ الكلا أكل، ومن غير ولا كلمة جابت العلب وبدأت تعبيهم. تاني يوم أخدت شوية معاها للشركة اللي شغالة فيها، وبالليل رجعت ووشها بيضحك ومخبية ابتسامتها بالعافية، وقالت لي: المديرة بتاعتي حبت كيكة الليمون. وقفت الأكل وسألتني: مين الفنانة اللي عملت العظمة دي؟ الليمون أخد الكيكة في حتة تانية. الكلام ده برد قلبي. أنا بقالي أشهر بيتقال لي قهوتك محروقة وذوقك ملوش لازمة. فلما سمعت إن في حد عايز يعرف مين اللي خبز كيكة الليمون، حسيت كأني لبست جزمة على مقاسي بالضبط بعد سنين من المشي بجزمة ضيقة بتجرح في رجلي. في الوقت ده كريم بدأ يتصل ويرجع لكريم القديم. الأول ريكورد بصوت كريم المسكين والمكسور: وحشتني يا نور وما أقدرش أستغنى عنك. بعدين يعمل فيها المهندس العقلاني: هو أنتِ ليه لسه ما رجعتيش؟ أنتِ بتعملي نمرة يعني عشان تتأكدي إنِّك أثبتي وجهة نظرِك؟ وبعدين كريم العنيف: أنتِ ما فرقتيش عن غيرِك، أنانية وسبتيني ألبس في الديون لوحدي مع إن ده كفيهك أنتِ كمان. مسحت كل حاجة، ولا رديت ولا بعت كلمة. كان عايز يزرع جوايا الذنب، ولثانية كنت هقع في الفخ، بس افتكرت تاريخ العقد اللي شفته على اللابتوب، فالذنب اتبخر زي شوية دخان في الهواء. الكافي طبعًا كان بيقع من غيري. الزباين الدائمين اللي معاهم رقمي كانوا بيكلموني. كريم كان هيحرق المكان، مش عارف يلاحق على الزحمة، الطلبات بتطلع غلط والناس بتسيب الطابور وتمشي. واحد من أقدم زباين المحل سأله: هي نور فين؟ كريم قال لا، واخدة إجازة معلش. الراجل بص على الكاونتر وقال له: طب خليها ترجع بسرعة، المحل ده ما بقاش ينفع من غيرها. وكريم طبعا ما كانش عنده رد. وبعد أسبوع ونص بعت لي رسالة خلتني أفقد الأمل في البني آدم ده خلاص. كتب لي: بسمة بتقول ممكن ترجع وتسامحنا لو اعتذرت لها، بتقول أنتِ حسستيها إنها مش مرحب بيها.
ممكن تعملي الحركة دي بس عشان نعرف نلم الموضوع ونرجع زي زمان؟ يعني أقوله إيه؟ هل في رد ممكن يتقال غير شتيمة أكيد جت في بالنا كلنا؟ بس سلمى قالتها، وسلمى مش مؤدبة، بس أنا مؤدبة ومش هقولها. أنا قرأت الرسالة مرتين عشان أصدق عيني. بسمة اللي سرقت فلوسنا وكذبت كذبة الفرع الوهمي وهربت وقالت على الكافيه بتاعه إنه مكان مثير للشفقة، بتطلب مني أنا الاعتذار. وكريم واقف في صفها وبيتر جاني أعتذر لها، لسه بيختارها هي. حطيت الموبايل وقعدت في الهدوء، واللي أول مرة من يوم ما خرجت حسيت إن دماغي صافية وشايفة الطريق صح. وشوف سبحان الله، الفرص بتجيلك إزاي لما تبدأ تركز في محيطك. المديرة بتاعت سلمى كانت عايزة تقابلني بجد. أنا دخلت على مطبخ الشركة وأنا شايلة علبة فيها كيكة ليمون وكيكة فانيليا صغيرة بالكريمة. المديرة كانت واحدة مباشرة ومتحبش الكلام الكتير. يا دوب أنا قلت أهلاً، هي فتحت العلبة وبدأت تأكل. بعدها حطت الشوكة وقالت لي بجدية: أنتِ ليه مش عمّدة شغلِك الأساسي؟ ما عرفتش أرد عليها. أقولها إني فضلت في منطقة الراحة اللي نجحت معايا ومفكرتش أجرب حاجة تانية. لما شافتني ساكتة لقيتها بتقول: طب شوفي، عندي فرح السبت الجاي محتاجة 200 قطعة من دي، معايا ولا لأ؟ قلت أيوة قبل ما عقلي يستوعب، وأدركت إن دي أول مرة في حياتي من فترة طويلة أقول أيوة لحاجة باختياري. أنا بس في الأسبوع ده خططت للنكهات، اشتريت الخامات وقضيت 3 أيام أخبز وزين. وصلت الشغل بنفسي للقاعة. العروسة جربت واحدة قبل الفرح وكانت هتبكي من الفرحة. أخدت رقمي وقالت إن صاحبتها لازم يجربوا الطعم ده. والمديرة جابت لي 3 طلبات للشهر الجاي: عيد ميلاد، غدا في شركة، وحفلة كتب كتاب. وافقت وركضت. فتحت حساب بنكي جديد باسمي أنا بس، وحطيت فيه كل جنيه جالي. المبلغ ما كانش كبير طبعاً، يا دوب سطر واحد في البنك. بس الحقيقة الحلوة إن محدش يقدر يلمسه، ولا حد يقدر يتنطط عليا ويقول لي الفلوس دي رايحة فين. ولقيت نفسي بقيت أدخل بالليل أراجع الرصيد زي ما الناس بتدخل تشوف الأرصاد الجوية. سلمى رجعت البيت في ليلة ولقيتني قاعدة على السفرة واللابتوب مفتوح. قعدت قصادي وسكتت شوية، وبعدين بصيت لها وقلت لها: أنا مش راجعة لورا. مهما كريم قال عليا للناس، شغلي ونجاحي هما اللي هيردوا بصوت أعلى. هزت رأسها بابتسامة، وكأن ده الكلام الوحيد اللي كان لازم يتقال. ولأول مرة من أسابيع نمت ليلتها من غير كوابيس. بس طبعا كريم ما كانش هيسيبني أمشي في حالي بهدوء. صاحبي المحامي ديمتري اتصل بيا وقال لي: كريم بيكلم الكل وبيقول إنك هربتي وسبتي بيتك وسرقتي فلوس من البيت وإنتي بتهربي. اتعدلت في قعدتي وقلت له: طيب يكلم الشرطة يقول لهم إنني سرقته. هو عارف أنا خرجت بهدومي وموبايلي بس. هو اللي صفى شقانا ومدخراتنا عشان كافي أخته. هو جاب سيرة الكارثة دي؟ ديمتري سكت سكتة طويلة، وبعدين قال: لأ طبعًا، أكيد ما جابش سيرة القصة دي. وقال لي إن كريم بيلف على طوب الأرض يمثل دور الضحية، وبيروج إنني رفضت أقف جنبه في الأزمة وسبته في أول مطب. والناس بدأت تصدقه عشان أنا ساكتة وما بتكلمش. أول رد فعل جاني إني أرفع السماعة وأرد على واحد واحد وأفضحهم. بس قعدت مع نفسي وقلت: هو أنا ليه أدافع عن نفسي ضد أكاذيب مكشوفة؟ ديمتري قال لي: عندك حق يا نور، بس السكوت بيخليه يكتب القصة على مزاجه. قعدت أفكر في كلمته كتير لحد ما استوعبت اللعبة. هو عايزني أجرى ورا كل كذبة عشان أفضل محبوسة في التليفونات والدراما بدل ما أتحرك لقدام. دي الطريقة اللي كان دايما بيصغرني بيها ويحبسني في زاوية. عشان كده طلعته من دماغي وركزت في شغلي. وفي ليلة أربعاء وأنا واقفة في المطبخ جرس الباب رن. صوت كريم جه بزعيق من الشارع: قولي للنور تنزل، هي مدينة ليا بكلام ولازم أسمعه. سلمى راحت دايسة على زرار الانتركم وقالت له ببرود: هي مش مجبورة، اتفضل امشي قبل ما أتصل بالشرطة. صوته بقى أعلى أكتر وصرخ: دي مراتي، انت ما بتقدريش تمنعيها مني. سلمى مالت على المايك بثبات وقالت له بكل هدوء: هي اللي مش عايزاك، في فرق كبير. أنا كنت واقفة في الممر ماسكة كيس التزيين وما تحركتش خطوة. بعد 20 دقيقة بعت لي رسالة تهديد: لو ما جيتيش تتكلمي معايا قبل الجمعة هطلع لكل الناس الحقيقة عن نوع الزوجة اللي انت عليها بجد. الحقيقة؟ هيقولهم إيه يعني؟ نور الست اللي عملت 3 كوبايات قهوة لأختك اللي عمرها ما قالت شكراً؟ الست اللي اتخلت عن أوضة نومها وفلوسها وكرامتها عشان تمسك عيلة عمرها ما كانت شايفاها؟ فرد منهم: هو افتكر ده تهديد هيرعبني؟ الجمعة جت وراحت، وأنا ولا عبرت ولا ظهرت. سبت الصبح الساعة 7 التليفون رن، وصوته المرة دي كان مختلف تماماً. مش غاضب، صوته كان مرعوب. لقيته بيقول: نور، بسمة اتصلت بيا، زوجها رجع سابها تاني وهي عايزة ترجع،
وبتقول إن ليها حق في الكافيه لأن اسمها موجود في الرخصة. الهانم افتكرت إن ليها عيلة وأخ في اللحظة اللي الفلوس طارت فيها. قلت له ببرود: أنت اللي حطيت اسمها على الكافيه بتاعي يا كريم، دي مشكلتك أنت دلوقتي، ورط نفسك فيها. صوته اتكسر وبدأ يعيط. الكافيه بتاعنا يا نور، لو هي رفعت قضية وفكت الشراكة إجبارياً هنخسر كل حاجة. هنخسر؟ دلوقتي بقت بتاعنا؟ بس هي ما كانتش بتاعنا لما حط اسمها من ورا ظهري، ولا لما وقع الأرض. قفلت السكة في وشه واتصلت بديمتري. لما حكيت له ديمتري سكت شوية وقال لي بصوت جاد: أنا مش فاهم ده إزاي حصل، لأنه لو كلامك صحيح هي تقدر تبيع المقهى بتاعك عشان تسدد للمقهى الوهمي. بس استني عليا، أنا هشوف لك الموضوع. وأنا بستنى ديمتري يشوف الموضوع قعدت أفكر: أنا بقدر أسيبهم، هما الاتنين يقطعوا في بعض زي الكلاب، وجزء مني كان عايز يشوفهم بيلبسوا في الحيط. بس افتكرت يوم ما اشتريت المكان ده، ويوم ما وقفت أدهن الحيطان، ويوم ما فتحت الباب أول صباح مستنية أول زبون يشتري مني. ليلتها طلعت صندوق الورق القديم اللي سحبته معايا وأنا ماشية. رتبت الملفات على أرضية أوضة الضيوف، لقيت عقد الإيجار الأصلي للمكان، اسمي أنا بس ومفيش ناموسة تانية معاهم. لقيت السجل التجاري الحكومي من نفس الشهر متسجل باسمي كملك فردي. لقيت كشوفات الحسابات البنكية بتثبت إن كل مليم اتدفع في التجهيزات جه من حسابي الشخصي قبل ما كريم يدخل حياتي أصلاً. رتبت الورق حولي كأني برسم خريطة لحياتي. أنا اللي بنيته، أنا اللي دفعت ثمنه، وأنا اللي فتحته، وهم مجرد طفيليات. الأحد بالليل اتصلت بديمتري تاني، لقيته بيقول لي: سلمى فهمت غلط، استنيني بكرة في المقهى. قلت له: أنا هكون عندك الصبح؟ الاثنين الساعة 5 الصبح كنت واقفة قدام الكافيه. فتحت الباب بنفس المفتاح اللي شايلته في ميداليتي من أول يوم. الريحة جوه كانت تقرف، الماكينات ما اتنضفتش من أيام، والمناديل مكومة على الأرض محدش كلف خاطره يشيلها. حطيت ملف الورق البني على الكاونتر جنب الخزنة، سحبت كرسي وقعدت في الضلمة. الساعة 6. كريم دخل، وشه مكرمش وعينيها حمرة من السهر. أول ما شافني وشه انكسر وقلب لهفة: انتي رجعتي؟ بصيت له وقلت له: أنا ما رجعتش عشانك، أنا رجعت عشان أسترد اللي ملكي. الساعة 6:15 الباب اتفتح. شرفت الهانم بسمة داخلة كأنها في فندق 5 نجوم، بتجر شنطة سفر وراها، الكلب المقرف الصغير تحت دراعها، ولابسة نضارة شمس في ضلمة الصبح. أول ما شافتني قاعدة وشها جاب ألوان وحاجة برقت في عينيها قبل ما تتدارك نفسها وتقول: انتي هنا؟ أنا افتكرتك مشيتي ومش راجعة. بصيت في عينها ببرود وقلت لها: أنا اللي بنيت المكان ده يا بسمة، وأنا ما بسيبش حاجة ملكي. ضحكت ضحكتها الصفراء ولفت لكريم وقالت له: قل لمراتك إن اسمي محطوط في رخصة البزنس ده. أنا سألت وأكدوا لي إن ليا كل الحق أكون هنا ورجلي على عين أي حد. كريم بص للأرض وما فتحش بوقه وما قالش حاجة. هزت كتفها بلمبلاة مستفزة ودخلت بثقة ورا الكاونتر. حطت شنطتها على الرف، فتحت الخزنة وسحبت ورقة ب50. طبقتها وحطتها في جيبها وهي باصة في عيني بكل وقاحة وقالت: مصاريف تشغيل. قلت لها بنبرة حادة: رجعي الفلوس مكانها. اتسندت على الكاونتر وربعت إيدها: وريني هتعملي إيه؟ قانوناً المحل ده بتاعي زي ما هو بتاعك، ويمكن أكتر كمان طالما سبتيه وهربتي. مسكت الملف بتاعي، فتحته، بصت عليه بقرف زي ما بتبص على قائمة أكل. أنت خلاص قررت إنك مش هتاكل منها. وقالت: حركة حلوة، بس كريم ضاف اسمي، وده الكارت الوحيد اللي يفرق. رديت عليها بثبات: ضاف اسمك من غير موافقتي، وأنا الملك الفردي للمكان، وده يفرق أكتر بكتير. حاجة في ابتسامتها الصفرة اتهزت. طلعت موبايلها من جيبها ورفعته في وشي زي السلاح وقالت: حلو قوي، هخلي المحكمة تعرف إنك تركتي المكان ده لأسابيع وهربتي. التخلي عن الملكية هو ده بند قانوني. الكلمة دي بالذات نزلت عليا زي المرزبة، لأن الحقيقة المرة إني فعلاً سيبت المحل ومشيت أسابيع، ولأول مرة الصبح ده شك يتسرب لقلبي: هو الورق ده هيبقى كفاية بجد؟ هي لقطة الخوف على وشي، فقربت مني لدرجة إني شميت ريحة عطرها المقرفة، وقالت لي: كان الأكرم لك تفضلي هربانة برا. وفي اللحظة دي بالظبط الباب اتفتح. دخل ديمتري مسك ملف في إيده، خطوته هادية، مفيش أي اندفاع ولا دراما. بسمة بصت له بقرف وقالت: مين حضرتك كمان؟ أنا رديت عليها بثبات: ده الأستاذ ديمتري، المحامي بتاعي. ديمتري حط ملفه جنب ملفي وبدأ يفرد الورق على الكاونتر بالراحة، زي اللعيب المحترف اللي بينزل كروته وهو عارف إنه كسبان الجولة. خلاص، لقيته بيقول لي:
كريم ضاف اسم أخته على الرخصة مش الملكية، ودي يقدر يعملها عادي من وراكي لأنه جوزك، بس المبنى ليكي أنتِ. بسمة أخدت نفسها وقالت: وبعدين يعني؟ كريم ضاف اسمي على السجل التجاري، وده يلغي عقودك القديمة دي، بلوها واشربوا ميتها. ديمتري ما غيرش هدوءه وبص لها وقال: أنا اتكلمت مع صاحب المبنى بنفسي الصبح، العقد مسجل باسم نور. كريم ضاف اسمك في الرخصة التجارية للمحل، بس الرخصة دي ما بتمنحكيش ملكية العقار، والمالك عمره ما وافق إن يتم إضافتك أو إضافة شريك. أنت مالكيش أي حق قانوني تعتبي العتبة دي أصلاً. اللون هرب من وشها. في تانية، زي المية لما تتسحب من الحوض، بقها كان لسه مفتوح بس مفيش صوت طلع. بصت لكريم وهي بتترعش وقالت له: قول له إنه غلطان، اتكلم يا كريم. كريم قام من على الكرسي ببطء شديد، ولأول مرة من يوم ما عرفته ما بصش لأخته بنفس نظرة التقديس. كان باين عليه التعب والكسرة لحد العظم. بص لها وقال بصوت مكسور: انتي أخدتي فلوسنا وكذبتي عليا في موضوع الفرع التاني وهربتي ورجعتي دلوقتي بعد ما رماكي. عينيها واسعت. المرة دي ما كانش غضب، كان خوف حقيقي. صرخت فيه: أنا أختك، أنا من دمك. كريم رد عليها: أنا فعلا قلت كده، وده كلفني مراتي ومستقبلي. الدم ما عملش فيا اللي انتي عملتيه يا بسمة. لفت عليا وصرخت في وشي: ده ذنبك انتي اللي سممتي دماغه ضدي. هو كان كويس وعايش مرتاح قبلك. أنا ما رفعتش صوتي. بصيت في عينها وقلت لها بمنتهى الهدوء: هو كان مفلس وهلكان واتكالي وحيد قبلي. أنا اللي بنيت المكان ده، وانتي جيتي تسرقيني أنا. والدور ده انتهى خلاص. رفعت دقنها للشارع ومسكت شنطتها وقالت بكبرياء مزيف: أنا هجيب محامي ونشوف مين اللي هيضحك في الآخر. ديمتري اتكلم المرة دي بنبرة هادية: أهلا بيكي تجربي يا أستاذة، بس هتحتاجي تشرحي للمحامي ده وللنيابة فلوس القسط راحت فين؟ لأن اسم كريم على القسط ومفيش أي فرع تاني يثبت وجود البزنس، ودي ساعتها مش هتبقى قضية فض شراكة، دي هتبقى قضية أموال ونصب واحتيال. تجمدت مكانها. مفيش دراما، هي بس وقفت تحسب الأرقام والمصايب في دماغها وتوصل لنفس النتيجة القاتلة في كل مرة. شالت شنطتها، صفرت للكلب، وقبل ما تمشي من المحل مسكتها من إيدها وقلت: هاتي الفلوس اللي أخدتيها من الخزنة بسرعة. طلعتهم، وأظن إديتني زيادة كمان، بس أنا ما قلتش حاجة. ومشيت. وكريم قعد تاني على الكرسي كأن رجليه مش شايلاه، وبصلي بعيون مدمعة وقال: أنا آسف، آسف على كل حاجة عملتها. ينفع نبدأ من جديد؟ بصيت للكاونتر اللي كنت برص عليه الحاجة، بصيت لترابيزة الشباك اللي قعدت عليها أخته وقالت لي قهوتك محروقة، وبصيت له هو. وشفت راجل اختار أخته في كل مرة وشافني بتظلم، لحد ما أخته رمته في الزبالة فافتكرني. بصيت في عينه وقلت له كلمة واحدة: لأ، ما ينفعش، ويا ريت تبعت لي ورق طلاقي. أنا لميت كل ورقة من على الكاونتر، ورقي وورق ديمتري، وحضنت الملف على صدري ومشيت ناحية الباب. ورايا جاها صوته صغير مكسور وبيترعش: طب وأنا المفروض أعمل إيه دلوقتي يا نور؟ وقفت وإيدي على زجاج الباب وما لفتش وشي ليه، وقلت له: اتصرف زي ما أنا اتصرفت. نزلت الشارع. عربية سلمى كانت واقفة على الرصيف. ركبت وحطيت ملف الورق في حضني. سلمى بصت لي وسألتني: أنتِ تمام؟ قلت لها: أنا هبقى تمام، بس لما أبيع المكان ده. العربية اتحركت. بصيت في المراية الجانبية، لقيت الكافيه بيبعد وبيصغر لحد ما اختفى تماما من حياتي.